نحكيو عن الراتب الشهري المقترح لمدرب الترجي المستقبلي، وهل فعلا برتغالي الجنسية؟ والتفاصيل. شهدت وتواصلت إدارة الترجي الأحمر والأصفر برئاسة حمدي المدي بالتحرك خلف الكواليس طبعا من أجل التعاقد مع كوتش جديد خلافا لطارق ثابت، وذلك قبل بداية المرحلة الثانية الحاسمة من الموسم الكروي الحالي 2023-2024 من سيكون فيها الخليفة، وكذلك من سيمسك زمام الأمور ويمسك المسؤولية نحو الارتباط بالألقاب إن شاء الله. وارتبطت أسماء عدة لمدربين أجانب بتدريب شيخ الأندية التونسية، ومن بينهم الاسم اللي تم طرحه كذلك في التعليقات على فيديوهاتنا هنا في اليوتيوب، كذلك على السوشيال ميديا وباقي المواقع الإلكترونية، من بينهم البرتغالي ميغيل كاردوزو الذي سبق له تدريب عدة فرق معروفة، ومن بينها نونت الفرنسي في الليغ 1 الفرنسي. فشكون قبل كل شيء المدرب هذايا المرتقب والقريب جدا بنسبة كبيرة لقيادة الدفة للترجي خلال الفترة القادمة هو خوزي ميغيل أزيفيدو كارادوزو، برتغالي الجنسية طبعا. ولد في 28 ماي 1972، لم يسبق له لعب كرة القدم بشكل احترافي. نحكي على مدرب أسبق من أنه يكون احترافي في لعب كرة القدم، لكنه خريج شعبة التربية البدنية والرياضة مع تخصص كرة القدم عام 95، وتحصل على درجة الماجستير في علوم الرياضة في عام 1998 في كلية علوم الرياضة والتربية البدنية في جامعة أوبورتو. بدأ الكوتش كاردوزو هذا مسيرته التدريبية الفعلية عام 1996، وقتها تم إشرافه على فريق بورتو للأشبال البرتغالي تحت 10 سنوات، بورتو العريق البرتغالي، قبل أن يواصل المشوار بين الفئات العمرية الأخرى لبورتو العريق بين عامي 1997 حتى يكشل 2004، وعمل خلال هذه الفترة كمدرب مساعد للفريق الرديف لبورتو. كما عمل هذا المدرب القادم إن شاء الله إلى الترجي كاردوزو مدرب مساعد في العديد من الأندية بالدوري البرتغالي والإسباني كذلك والأوكراني، على غرار أندية باراغا، سبورتينغ لشبونة، ديبورتيفو لا كورونيا، شختار دوناسك، الكلهم فرق في القارة العجوز معروف في القارة العجوز معروفين برشا في الفترة الممتدة بين 2004 و2017. كما أشرف خلال نفس المدة على أكاديمية نادي شختار الأوكراني بعد ما تم شغل منصب المدير الرياضي. بصراحة نفرح برشا بمدرب أجنبي على فكرة يكون من المدرسة البرازيلية أو البرتغالية خير من المدرسة الفرنسية بصراحة، ولا يكون عربي الجنسية. على الأقل المدرسة البرتغالية ما تخافش وما تهابش من الهجوم، على الأقل عندها نظرة تكتيكية وقراءة عميقة جدا ودراسة تحليلية ما تتصورش قداش للملاعبية اللي يكونوا موجودين في ساعة ما يفيقوا باللي تالون موجودة، في ساعة ما يفيقوا بالنقايص، في ساعة ما يعرفوا كل جوار شنو يستحق وشنو البوست اللي تناسبه كيفاش يلعب. وهما أكثر يمكن مدربين يعرفوا يعملوا كوتشينج ويعرفوا يعملوا تغييرات في وسط اللعب ويعرفوا يوجهوا الملاعبية متاعهم. مام حتى رودريغيز وينصاصي باش يلقاو كوميونيكيشن كبيرة بارشا معاه بحكم اللغة وعاملها باش يكون منقوص ومعدوم، معناتها باش تولي فما معناتها الكوميونيكاسيون أسرع وأحسن. نواصلوا مع الكارير متاعه ولا السي في متاع السيد هذا ونحلوا عليه الكتاب. كانت أول تجربة الكاردوزو المدرب هذا المرشح باش يكون في الأحمر والأصفر في منصب المدرب الأول ككوتش من 2017-2018 بعد ما أشرف على فريق ريو آفي البرتغالي، قبل أنه يخوض ثاني تجاربه بالليغ 1 الفرنسي بالدوري في الموسم التالي على رأس فريق نوت، لكنه لم يعمر طويلا وفي سام خرج وعرج بعدها للبرتغال البرتغالي صوب الدوري الإسباني لا ليغا ليقود فريق سيلتا فيغو، كما قاد فريق آيك أثينا موسم 2019-2020 قبل ما يرجع موسم 2021 إلى فريق ريو آفي. دونك السيد عنده سي في عميق وعميق جدا أكاديميا وحتى تدريبيا. نواصلوا عام وموسم 2017 و2018 عمل خاض الكوتش هذايا وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي نحكيو 89 ماتش، فاز في 29 مباراة وتعادل في 20 وانهزم في 40 وسجل هجومه 103 أهداف فيما استقبلت شباكه 129 هدف وحقق 107 نقاط يعني بمعدل 1.2 نقطة لكل مباراة. وأكد موقع من جانب آخر حقائق أونلاين التونسي أنه المدير الفني البرتغالي ميغيل كاردوزو سيحصل على راتب شهري، والهنا باش يتم تحديد السالير متاعه
بمبلغ شدوا عندكم 30 ألف يورو صافية من حال موافقته على تدريب نادي باب سويقة، وتم التعاقد معه بشكل رسمي باش يكون صاليره شهريا 30 ألف يورو. ما شاء الله وتبارك الله، كهو ربي يزيد ويبارك، المهم يجيب الانتصارات والتتويجات وربي يبارك له في 30 ألف يورو كل شهر. شنو رأيكم في المدرب البرتغالي هذا؟ اسكو قادر انه يعطي البلوس للترجي والا لا؟ في ظل هالوضعية احنا توا متصدرين البطولة ب 32 نقطة، ماشيين للبلاي اوف، ورانا المستير وصفاقس ب 26 و20 نقطة. في دوري الابطال الافريقية تستنى فينا مرحلة جديدة ومهمة جدا وسنسيبل على الاخر، اللي هي الترشح وتجاوز وتعدي دور المجموعات قدام فرق عتيدة وعتيدة وجاية من كما نقولوا احنا برغبة كبيرة كذلك في الترشح، كما النجم اللي خاسر ديرنييرمون في فينال تاع سوبر كوبا كونتر باجا اكيد باش يعمل رياكسيون في البطوله وفي دوري الابطال. الهلال السوداني وظروف الهلال السوداني خارج دياره قاعد يلعب ويحاول ويسعى انه يوري مكانته ويمثل بلاده باحسن صوره. بيترو اتليتيكو الانغولي شفناه فريق مرشح من الاول من طريقه لعبه، من الافكتيف الموجود، من مدربه اللي ناشط معه أكثر من عام وعندهم ما يقولوا في رواحهم، ومرشحين حتى لتجاوز وعبور مش كان دوري المجموعات للوصول حتى للفينال. المدرب هذا شنو رايكم فيه؟ اعطيونا الأهم، شنو النقائص قبل كل شيء اللي باش يلقاها في الفريق الترجي، وشنو ما الحاجات اللي لازم يعملهم من أول ما يبدأ؟ اسكو فما تغييرات تحبها تكون مش كان على حكاية الإطار الفني ومازال ما نعرفوش التفاصيل، راهو اسكو موعد القدوم متاعه اسكو صحح ولا ميزال، اسكو قريب على الاخر من الترجي ولا لا، شكون باش يكون مساعد المدرب متاعه، اسكو فما مساعد والا زوز مساعدين معاه، اسكو فما مترجم ولا لا، شنو اللغه اللي يتقنها اكثر، الانجليزيه والا الاسبانيه؟ ما نعرفوا حتى شيء من الامور هذه. تبقى اللي نعرفوه زاده انه الترجي ابار المدرب ينقص في ميركاتو الشتاء مدافع يكون شاب اعطيوه الفرصه، موجود في الافكتيف نتاع الترجي، ما فهمتش علاش ما يتمش توظيفهم. كيف الاظهره الظهير الايمن والايسر يا اخواني، جيبوا اظهره اصحاح، جيبوا انكادرمون صحيح للمهاجمين، اعطيوا نظره قويه للديفونس وكذلك الوسط الميدان في تسريع الهجمه. بالتوازي شفنا البارح اجراءات وزاريه لفائده الترجي، زياره الوزير مع حمد المدب في النقائص اللي صايره في البارك حسن بالخوجة المرحوم البارك بي. ان شاء الله نشوفوا الامور تمشي وتتحسن، خاطر شوف لونفي كي يكون باهي والظروف تكون باهيه بالنسبه للفئات العمريه الكل كي في كره القدم، راك باش تبني سينيور قوي برشا في المستقبل القريب والبعيد. حاجه اخرى ان شاء الله بالتوفيق للترجي على الاقل في البريباراسيون اللي تبدا اليوم لو 10 جانفيي 2024 ان شاء الله يا رب التحضيرات تكون على اكمل وجه ويكونوا ظروف مزيانة والناس الكل مركزة كجوارات في انهم يلعبوا كرة قدم من غير تخمام. شكون المدرب اللي باش يجينا وشنو باش يصير في المستقبل؟ اعطيونا توما تخدموا الإدارة خلاها تخدم زاد خدمتها. المدرب هذايا ما يهمنيش فيه قداش يخلص، ما يهمنيش فيه قداش باش يقعد، اللي يهمني انه يجيب عام سنة تيتر واثنين وينقذ الموسم ويجيب بالحق يخرج على الاقل فان سيزون فريق متماسك وكل شيء. وحتى الإدارة اللي ترى انه في جوان 2024 لازم يجدد عقده، جدوا له عقده من غير ما نقعدوا في ريسك، والا في نقص متاع مراكز سورتو من بعد لا قدر الله اي اصابه ولا اي كما نقولوا احنا مجهود بدني يخلي برشا جوارات تتعب ومستحقين افكتيف، راهو منلوم كان رواحنا. دونك ربي يوفقوا سيد هذا كان باش يجي للترجي. مره اخرى نذكروا انه البرتغالي السيد هذايا ميغيل كاردوزو بنسبة كبيرة باش يكون في الترجي براتب شهري تقريبا 30 ألف يورو، والتفاصيل متاع السي في متاعه تنجموا تثبتوا فيها من خلال الفيديو هذا، وكما نجموا نتبعوا مع بعضنا الكل على المواقع الرسمية للترجي وحتى على تطبيقها ترجي بلوس. هيك نكونوا كمان نشرتنا الترجية. ما تنساوش تتابعونا على قناتكم لهنا صفوان العويان على اليوتيوب، كما قناتكم على مكشخ نيوز انتسابا لهنا على اليوتيوب، وعلى التيك توك قناتنا الجديدة تنجموا تتابعوها وتلقاو اللينك على الكوميونيتي متاع مكشخ نيوز، تلقاو اللينك متاعها باش نزيدوا نحضروا اكثر ان شاء الله للسيزون تاع 2024 بالنسبة للاعلام الرياضي متاعنا بطريقة التعليق الصوتي اكثر واكثر واكثر ان شاء الله. غير الامكانيات ان شاء الله تمشي وتتحسن. وعلى فكره رانا ما ندخله في حتى شيء من القناه هذه،
لا فما دعم مادي ولا فما سبونسورينج ولا فما حتى شيء، قاعدين نخدموا حبا في توصيل المعلومة وحبا في الجمعية، وإن شاء الله بالتوفيق ومربوحة. والسلام عليكم ورحمة الله.